أنا صاحية من النوم النهاردة عايزة أبسط الناس قوي يا رشا. ده كلام إيمان طلعت صاحبة لقمة النهاردة. خلوا بالكم، أصدق لحظة في حياتنا أول ما بنفتح عينينا الصبح، اللي في قلوبنا بيبقى على لساننا. أهلا بيكم في لقمة خير. يعني حاسه كده ربنا الهمني فكره ان احنا ندخل على الاسره دي السرور، ندخل عليهم صينيه كبيره كده وفيها من خيرات ربنا من الاكل ان هم مش بياكلوه او يعني ما يفكروش يشتروه اساسا، ومعاها مثلا صينيه حاجه حلوه زي مثلا صينيه بسبوسه، حلويات شرقيه. لو ما كنتوش في حياتي، لو ربنا ما كانش اختارني للطريق ده. يا رب يا رب خلينا خدم للمحتاج، وديم علينا نعمه البساطه وابعد عنا العيوب. إيمان النهاردة عايزة تعمل وجبات عائلية تبسط بيها أهل الله والمتعففين، وطلبت إن أنا أدلها على ناس تشتري منهم مكونات اللقمة يكونوا فعلا يستحقوا إن احنا نشتري منهم. يا جمال خلقك يا رب، يا جمالهم لما تلهمهم وتنور بصيرتهم. عملنا النهاردة رز بالشعرية وبط وكفتة وشيش طاووق وممبار، وكمان إيمان بعتت بسبوسة. ما شاء الله اللهم بارك. معانا النهارده صواني الناس مبهوره بيها جدا جدا، والاطفال ربنا يكبر بخاطر المتبرعه الكريمه يا رب. احساسكم بموضوع الصينيه ده؟ مبسوطين فرحانين بيها؟ فرحانين قوي. ادعوا للناس اللي بعتاها يبارك لهم يا رب ويجازيهم خير يا رب يا رب. وفي الختام مفيش ختام، كل يوم بتأكد وبفهم مراد ربنا من لمتنا دي، لما بشوفكم بتتسابقوا عشان تشاركوا، ولما بشوف أبسط الناس عايزة تشارك بالموجود. بقول لكم شكرا. اللي انت شايفه قليل ربك شايفه نجاة. أشوفكم على خير يا أهل الخير.